السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في لقاء جديد على قناة بداية حياة. من سنة ونص بالظبط عملت فيديو قصير باسم كداب يا ريس اللي جالك، وكنت بقول فيه ان يا ريس اللي جالك ان في 120 مليون بيأيدوك وبيحبوك وبيقفوا وراك، ده كلام كذب مش حقيقي. ان في ناس بتحبك وفي ناس بتكرهك، في ناس عايزاك وفي ناس مش عايزاك، ده طبيعي لأي إنسان بشري. ده ربنا سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام في ناس اختلفوا عليه. يا ربنا سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات في ناس اختلفت وقالوا انه مش موجود، يعني انكروا وجود ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقنا، وانكروا وجود النبي عليه الصلاه والسلام او صحه رسالته. والانبياء ياما تعرضوا لاشياء كتيره وظلم كتير وقتل وتكذيب. فانت عايز انت كبشري ان الناس تجتمع عليك، فقلت ده في الرساله موجهه للسيد رئيس الجمهوريه. الكلام ده من سنه ونص، بما ان مفيش استجابه لا من ناحيه الجيش اللي طلبته اكتر من مره للتدخل لانقاذ مصر، ولان كذا مره الشعب يتعرض لضغط نفسي ومادي واجتماعي عشان المركب تمشي زي ما قلنا، وعشان البلد ما تخربش. على ما اعتقد ان احنا مفيش خراب هيحصل في البلد اكتر من اللي مصر وصلت له دلوقتي. فالنهارده الفيديو الجديد بقول برضو كداب يا ريس، بس مش كداب يا ريس اللي جالك، ولا كداب يا رئيس الوزراء، ولا كداب يا وزير الفلاني، لا انت كداب يا سيسي. من بداية ما انت طلعت وقلت انتوا نور عينينا والشعب لم يجد من يحنو عليه، ولازم اغني الشعب الاول، لغاية ما وصلنا ليومنا هذا من ارتفاع اسعار هالك، ارتفاع جنوني في سعر الدولار، تعويم الجنيه، الاقتصاد اللي بينهار مع كل المكذبين والمطبلاتية اللي طالعين بيقولوا عكس كده وعكس ما الواقع بيقول. طالبت الشعب المصري باستبعاد فكرة الثورات لأنها ليها عواقب، رغم إن هي فيها مميزات لكن ليها عواقب وخيمة على الشعب وعلى المجتمع. ده كان فعلا نابع من قلبي وخوفي على بلدي. لكن اللي وصل له الشعب، أنا ما أقدرش أقول للشعب أكتر من كده اصبر. أنا مش يوسف الحسين يطلع أقول لهم كلوا خفافيش وكلوا صراصين وكلوا تعابين عشان خاطر الاقتصاد بتاعنا يمشي. أنا مش وزيرة التعليم هطلع أجيب مناهج لثالثة ابتدائي من اليابان. يلا عايزين تطبقوا تجربة اليابان في التعليم المصري، طبق تجربة اليابان في الأكل اللي بياكلوا التلاميذ المصريين، طبق تجربة اليابان في الدخل القومي لليابان، جرب تجربة اليابان في توفير تعليم، مستوى تعليمه ومدارس وفصول ومدرسين ومعلمين نفسيتها مؤهلة ان هي تعلم كويس وان يكون دخل المعلم كويس. بعد كده بطلع طالبني بطالب طفل في ثالثه ابتدائي، انا بشرح لحفيدتي من كام يوم الدرس ما عرفتش اشرحه لها، واتفاجئت وقلت البنت هتفهمه ازاي وتستوعبه ازاي. اتفاجئت ان المعلمه بتقول ده مناهج يابانيه. طب انت ما عملتوش ليه من سنه اولى ابتدائي داخل في ثالثه ابتدائي؟ طفل داخل ثالثه ابتدائي لسه اول مره يمتحن تقول لي ده تعليم ياباني او دي مناهج يابانيه؟ ومطلوب الشعب يتحمل اكتر من كده. ايه تاني؟ لما طفل في ثالثه ابتدائي اروح اجيب لها كتب ب 700 جنيه يبقى في ايه تاني؟ لما الدرس وما بلومش على المعلم اللي بيدي الدرس ب 400 جنيه، وخلي بالك احنا في اقاليم مش في القاهره ولا السناتر اللي بتدي بالساعه ب 100 جنيه و 200 جنيه، احنا في اقاليم. يعني المدرس غلبان على جد ياخد له 200 300 جنيه في الشهر ويبوس ايد وشه وظهره، وفي مدرس بياخد 100 جنيه وفي مدرس بياخد 70 جنيه، الا ما رحم ربي. ما اقدرش اضغط على المدرس اقول انت عندك قدامك بيت وعندك اسره وعندك ايجارات وعندك عربيه وعندك بنزين وعندك كهرباء وعندك غاز، زي اللي يسرع المعلم يسرع علينا. فانا ما اقدرش اطالب المعلم ان هو، ولا انا مصطفى بكري هطلع هدد الشعب واقول له خلي بالكوا لو عملتوا ثوره، اللي هو السيناريو اللي بيتحضر دلوقتي داخل المخابرات وداخل داخل كواليس الرئاسه ان يحصل فوضى زي ما حصل ايام حسني مبارك. بس الشعب للاسف هيحصل مصطفى بكري طلع بيخوف الشعب، بيقول لهم يعني يانا يا الفوضى، زي ما قال حسني مبارك بالظبط، يانا يا الفوضى. ان لو حصل ثوره هيطلع الحراميه واللصوص من السجون والسجون هتتفتح وما اعرفش ايه، ويطلعوا يحكموكوا وياخدوا شققكم. على ما اعتقد ان الحراميه هم اللي بره مش اللي هم اللي جوه. اللي جوه اشرف ناس اللي في السجون اللي ضاع عمرهم وشبابهم وحياتهم واسرهم اتدمرت 13 سنه وراء القضبان. الحراميه اللي بره اللي هم اولهم انت يا مصطفى يا بكري ورئيس الوزراء بتاعك ورئيس الجمهوريه بتاعك، انتوا الحراميه وانتوا اللي خربتوا البلد وانتوا اللي سرقتوا البلد. على ما اعتقد البلد مش هتخرب اكتر ومش هتوصل لمرحله اسوأ من اللي احنا وصلنا لها دلوقتي. فبلاش مزايده على الشعب المصري. الشعب المصري جاب اخره وتوقع الانفجار قريب جدا جدا جدا، وهو اللي مطلوب اثباته. وكده مصر اتسلمت على طبق من فضه او طبق من ذهب للاعداء،
وشكرا يا جيش مصر يا محترم. وفرصة أخيرة لو فيكم واحد شريف يطلع يحوش المهزلة اللي حاصلة دي في الشعب المصري، لأن الناس جابت آخرها، الناس جابت آخرها. وشكرا لحسن استماعكم.